هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حلا للي ما يعرفنيش. وفيديو النهارده جاي اكلمكم عن موضوع ناس كتير جدا اتكلمت عنه وبطرق تحفه، بس بحس ان محدش اتكلم عنه بالطريقه اللي انا بحسها. فهكلمكم النهارده عن الخوف من الرفض في الحياه، بقى في الشغل عامه. يعني انا فاهمه ان الموضوع يضايق ويخوف، ان الاحساس ده مش سهل على اي حد، بالذات الناس اللي بتبقى حساسه شويه. لكن كل الناس بتخاف من الرفض ده بدرجة معينة، يعني كل الناس حرفيا. فده احساس طبيعي جدا. بس هو على فكرة الخوف ده ساعات مش بيبقى ضعف، بتبقى المشكلة ساعات يعني فينا، احنا اللي قررنا ندي رأي الناس فينا قيمة اكبر من حجمها. يعني كل مرة بنسكت عشان خايفين حد يقول لنا لأ، كل مرة مش بنجرب حاجة احنا عايزينها عشان خاطر احنا خايفين. فاحنا كده على فكرة احنا مش بنحمي نفسنا، احنا ادينا لرأي الناس أهمية وقيمة أكبر من حياتنا نفسها. فعايزة أقول لكم حاجة، على فكرة احنا لو فكرنا فيها شوية هتلاحظ يعني إن محدش مهتم، محدش مهتم. يعني كل الناس مشغولة بنفسها ومشاكلها، أكيد مش هيقعدوا يفكروا فينا طول اليوم. لكن عقلك بيقنعك ان ده كارثه وان ده نهايه العالم وان خلاص كده الدنيا اتقفلت في وشي خلاص، مع ان الموضوع في الواقع هو ابسط من كده بكتير. فلازم يا جماعه نتخطى ده ونركز في حياتنا وما نضيعش فرص كتير مننا، عشان احنا كده عمرنا يتسرق مننا واحنا مش حاسين. يعني بلاش حياتنا تتحول لسلسله طويله من الفرص اللي ما حصلتش. وعايزه اقول لكم على فكره، الشخص اللي بيهرب من الرفض ده اكتر شخص بيتعرض للرفض. عارفين ليه؟ ان بيبقى باين عليه ان هو متردد وباين انه خايف وبيفكر 1000 مرة قبل اي خطوة، فبالتالي الناس بتحس فيه بعدم الثقة. بينما الشخص اللي بيجرب كتير، واكيد اتقال له لا كتير، بس عايزه اقول لكم ان اكيد اتقال له اكتر بكتير، لانه بيدي لنفسه فرص. بصوا مش هضحك عليكم واقول لكم ان الموضوع مش هيزعل، عادي، فيها ايه المشكله يعني؟ لا تزعلوا وتتضايقوا، بس الزعل قد ايه؟ يعني يوم، اسبوع، شهر؟ المشكله اكيد مش اكتر من كده يعني. بس صدقوني احسن من انكم تندموا على فرصه ما خدتوهاش. يعني صدقوني شعور الندم اوحش بمراحل من الزعل. وهتحس بعد فتره ان المستقبل وقف بقى عند الفرصه دي، مع ان كان ممكن ما نتوفقش فيها. فعشان ويا ريتني عملته وبتاع، فعشان كده لازم نجرب حتى لو التجربه مش احسن حاجه، بس عشان ما نرجعش تفكر ونندم ان الفرصه دي كان ممكن دي اللي تخلي مستقبلي احسن. لا، على فكره كان ممكن انها ما نتوفقش فيه، بس نجرب عشان نخلص بقى من التفكير ان انا كان ممكن ابقى احسن وممكن مش هبقى احسن. نفكر بقى هنعمل ايه بعد كده. وعلى فكره اي حد ناجح اتقال له لا اكتر مننا بكتير. اي شخص ناجح تقريبا مر بسلسله طويله جدا من الرفض، كتب اترفضت وافكار الناس اتريقت عليها ومشاريع فشلت. لكن الفرق بينهم وبين غيرهم ان هم فهموا ان الرفض ده جزء من الطريق مش نهايه الطريق. فلو فضلنا بنتجنب الرفض طول الوقت، فاحنا كده نتجنب الحياه نفسها. عشان اي حاجه ليها قيمه في الحياه ليها احتمال رفض، بس لو فضلنا طول الوقت الخوف ده مسيطر علينا هيأثر علينا بطريقه مش هنحبها. عشان هيوقفك مكانك، هتفضلي طول الوقت بتفكري في الاحتمالات اللي ممكن تحصل، خليكي تفكري كتير عشان خايفين نجرب، فهيخلينا نعيش نسخة أقل مننا مش النسخة اللي تقدري تبقيها. 4، هيزود إحباطنا إن إحنا من جوانا عارفين إن إحنا نقدر نعمل أكتر ومش بنعمله. عشان إيه؟ عشان خايفين. طيب ازاي نتعامل مع الموضوع بشكل عملي؟ مش هقول لكم ما نخافش بقى والجو ده، عشان ده كلام فارغ، مش حاجه اسمها ما نخافش، لأن الخوف مش بيتشال، لكنه ممكن يتدارى. اداري خوفي لكن اشيل خوفي ده صعب جدا. وفي نفس الوقت احنا بنحس بكذا شعور كده تلقائي اول ما الانسان بيخاف. عشان انا عارفه الشعور ده كويس قوي، مش عشان اتعرضت له، لكن انا عارفه الشعور ده كويس قوي. ان غصب عننا بنحس بتوتر، اتحرج قدام الناس، هيبقى شكلي وحش، الناس هتحكم عليا، احس ان انا صوت جوه دماغك بيقولك اننا مش هننجح او كده. بتحس انك عايزه تهربي بدل ما تحاولي. فنعمل ايه عشان نتعامل مع الموضوع ده؟ اول حاجه لازم تفصلي بين انا والنتيجه. اعرفي ان الرفض ده حكم على الفعل مش حكم عليكي انت كشخص. تاني حاجه قللي التوقعات المثاليه، انت مش داخله كل مره تكسبي، مش داخله كل مره تنجحي، انت داخله بجرب بتعلم بتحسن. يعني مش لازم كل مره انجح في الحاجه دي. بس فكري تفكير انا بجرب، انا مش داخله عشان انجح، انا داخله عشان انا بجرب حاجه جديده. تالت حاجة راقبي صوتك الداخلي، ما دايما في صوت جوه دماغنا بيقول مش هتنجحي، الناس هتضحك عليكي، هتتحرجي. فالسؤال هنا هو مين قال ان الصوت ده صح اصلا؟ يعني ده مش واقع. طيب حتى لو بعد الشر ده حصل، ايه اللي هيحصل؟ ما انا هتخطى برضو، يعني هعيش، مش هيحصل لي حاجة يعني. يعني ده اصعب حاجة ممكن تحصل؟ عادي، احسن ما اندم برضو. رابع حاجة خدي افعال صغيرة جدا، يعني خوف كبير، خدي افعال صغيرة.
احسن ما تفضلي واقفه مكانك، اتحركي شويه. خامس حاجه، افهمي ان الرفض جزء من الطريق مش نهايته. اي حد ناجح اتقال له لا، لكن الفرق بينهم وبينك مش ان هما بيخافوش، هما بيخافوا عادي، لكنهم بيكملوا وبيحاولوا رغم الخوف ده. سادس حاجة، خلي عندك مقياس جديد للنجاح. بدل ما تخليها هو انا اتقبلت هو انا نجحت، خليها هو انا حاولت. حاولتي، طالما حاولتي يبقى ده نجاح ليكي. سابع حاجة وهي اخر حاجة، اقبلي ان الاحراج طبيعي. ايوه ممكن تتحرجي بس هتعدي عادي جدا. وخلي بالك ان الناس مش مركزه معانا طول الوقت، يعني كل واحد مشغول بنفسه ومشاكله، وافتكري ان الناس بتنسى بسرعه. ملخص اللي انا قلته، الخوف من الرفض طبيعي، لكن الاستسلام ليه ده اختيار. يعني تقدري تعيشي حياه سيف جدا من غير اي احراج، لكن اعرفي انها هتبقى من غير اي انجازات، من غير اي فرص. ومن ناحيه تانية نقدر نتقبل ان الرفض جزء من الطريق ونعيش حياه اكبر. وافتكروا دايما الجمله دي، الناس اللي بتنجح هي نفس الناس اللي اتقالها لا كتير، بس الفرق بيننا وبينهم ان هم ما وقفوش عند اول لا اتقالت لهم، ما وقفوش عند اول باب اتقفل في وشهم. وهسالكم سؤال كده وفكروا فيه كويس قوي. تخيلوا نفسكم مثلا بعد 10 سنين هتندموا على ايه؟ على الاوقات اللي اتقال لكم فيها لا، ولا الفرص اللي ما خدتوهاش واستغلتوها؟ معظم الناس لما تبص لورا ما بتندمش عمرها على المحاولات الفاشله، تقول دي محاوله وعدت واديني جربت. تندم على الفرص اللي ما خدوهاش واستغلوها. ففكروا فيها كده كويس قوي وجربوا، حتى لو خايفين مهم نجرب. وساعتها هتعرفوا بجد على فكرة ان الموضوع ابسط مما كنا نتخيل، واننا مدينه اكبر من حجمه. وبس كده خلصت كلامي. يا رب يكون كلامي كان قريب منكم، واكون كنت خفيفة على قلبكم كده. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تقولوا لي وتعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتي. ولو حابين اعمل لكم فكرة فيديو معينة قولوا لي عادي هعملها لكم. بس كده، بحبكم، باي باي.